السؤال ده برضو حلو قوي. في حد بيقول لي ايه افضل نوع مكسرات؟ الحقيقه ان كل المكسرات قيمتها الغذائيه كويسه جدا وعاليه جدا وممتازه ان انا ادخلها في اكلي، بس كل نوع من المكسرات بيحتوي على نوع مثلا من المعادن او الفيتامينز المعينه اللي بتشتغل على حاجه معينه. زي ايه مثلا؟ زي عندي عين الجمل. عين الجمل دي بتحتوي على الاوميجا 3. فالاوميجا 3 لو انا مثلا عندي كوليسترول القلب، بتدخل في وظائف المخ، بتبقى حلوه في الحاجات دي. فلو انا عندي مشاكل في الحاجات دي، ايه، عين الجمل الخيار الافضل ليا. تاني حاجه عندي اللوز. اللوز ده بيحتوي على فيتامين ه، فبيشتغل على البشره والشعر والحاجات دي. تالت حاجه عندي الجوز البرازيلي، غني جدا بالسيلينيوم، فده بيكون خيار اول لمريض الغده الدرقيه لانه بيحتاج سيلينيوم، تبقى كويس جدا جدا ليه. الكاجو بيحتوي على المغنيسيوم، فبيكون مهم في صحة العضلات، في صحة الأعصاب، في مقاومة الأنسولين. فأنا بشوف نوع المكسرات ده فيه فيتامين ايه ولا فيه معدن ايه، وابدأ بقى ايه اوظفه. عندك الكاجو مهم جدا في الصحة الجنسية للرجالة. سوري، الفستق، قلنا الكاجو المغنيسيوم. ف يعني تشوف الفيتامين ده فيه نوع ايه او فيه معدن ايه، وابدا بقى اشوف المعدن ده شغال على ايه او اكتر جهاز شغال لي، واخد احتياجاتي. وطبعا هي بتكون ممتازه جدا لو انا شخص صحتي كويسه الحمد لله. ابدا بقى انوع من ايه، منها كلها. اخس من غير ما يحصل ترهل للجلد، دي حاجه مهمه جدا عشان ما اخسش واتعقد في شكلي اكتر. اول حاجه ان انا اخس بالراحه، مش ان انا اروح اعمل دايت حرمان وهوب انزل وزن كبير جدا في وقت صغير، هلاقي نفسي مترهله والدنيا بايظه جدا معايا. لازم انزل بشويش. تاني حاجه، في بعض الحاجات التركات لو اخدت بالي منها اثناء نزولي في الوزن دي هتفيدني كويس قوي. زي اول حاجه ان انا اشيل حديد، او ان انا حتى لو ما عنديش وقت اشيل حديد، ان انا العب رياضه ايا كان نوع الرياضه هتساعد في شد الجلد، وطبعا افضلنا ان انا اشيل الحديد. تاني حاجة ان انا اهتم بالمكملات الغذائية اللي بتشتغل على الجلد، زي فيتامين سي، زي الكولاجين. الحاجات دي برضو بتبقى ممتازة. لو انا عندي مقدرة ان انا اعمل جلسات شد الجلد وانا بخس كل فترة، يعني كل ما خسيلي شوية حلوين، يبقى ده برضو حاجة ممتازة. التعرض للشمس بيكون كويس قوي. كل الحاجات دي لو عملتها هتفرق معايا جدا جدا جدا، مش هخس والاقي نفسي بقى الدنيا ايه بايظه. طبعا في بعض الحاجات بتبقى خارج ارادتنا، الناس اللي بتبقى واصله ل 200 كيلو وي 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 بتيجي تنزل، طبيعي برضو بيحصل نسبه ترهل، ممكن بقى يحصل تدخل جراحي. بس ما يبقاش وزني مش اوفر قوي واخست والاقي نفسي ترهلت، ما كانتش مستاهله، كان ممكن الموضوع يتحل. فاشتغل على المكملات، اتعرض للشمس، اخد الفيتامينات بتاعتي. كل الحاجات دي هتبقى كويسه جدا جدا معايا. ليه لازم نحلل سكر كل 6 شهور حتى لو احنا ما عندناش اي اعراض؟ لان الدراسات اثبتت ان 40% من مرضى السكر ما عندهمش اعراض. يعني من كل 100 شخص عنده السكر ماشي على الارض، في 40 ما عندهمش اعراض. يعني في 40 ماشيين على وش الارض كده مش عارفين اصلا ان هم عندهم سكر. فعشان كده لازم كل 6 شهور مع التحليل الدورية، خصوصا لو انا اوبيز او بعاني من السمنة، وانا بحلل وظائف الكلى بتاعتي والكبد وبعمل تشيك اب كامل كده، ان انا اعمل ايه، ان انا احلل سكر معاه. اهمالنا للموضوع يا جماعه بيخلينا نتطرق لحاجات المشكله بتبقى صغيره والاهمال بيكبرها بشكل كبير جدا. السكر بيأثر على جميع وظائف الجسم، يعني الجهاز المناعي، النظر، الاعصاب، بيعمل توقف في عضله القلب بشكل مفاجئ، بيبوظ كل حاجه تقريبا الاهمال بتاعه. ولو انا في مرحله بري دايبيتك، لازم لازم لازم، دي فرصة ذهبية، اقسم بالله فرصة ذهبية ان انا ما اسيبش نفسي ان انا ادخل في المرحلة دي. وحتى لو انا في بداية السكر، فكرة ان انا اخس دي بيبقى معاك اول سنتين فرصة ذهبية ان انت ترجع زي ما كنت. لان في الاول وفي الاخر مريض السكر من النوع التاني ده لايف ستايل. طول ما انا ماشي كويس الدنيا ماشية تمام، كده كده هلاقي نفسي بنزل. حافظ على الامراض المزمنة دي زي الصديق بالظبط، تحافظ عليها تحافظ عليك. بس كده.